الجزائر كانت إدارة فرنسية فقط. لو كانت الجزائر دولة ذات سيادة لا حصلت على وثيقة استقلالها. الجزائر راح تبقى تحت الوصاية الفرنسية إلى أن تستلم وثيقة استقلالها، حينها ستصبح دولة حقيقية وذات سيادة. كيف راح نشوفوا كذلك في مواثيق الثورة؟ في مواثيق الثورة أي في الوثيقة اللي ما يحبوش ينشروها للشعب الجزائري، ما يحبوش ينشروها، واللي هي تاع إيفيان، اتفاقية إيفيان، ما يحبوش ينشروها إلا هم يعرفوها. راح تلقى باللي للحركة للفرنسيين المعمرين إلى غير ذلك لهم الحق في إبقاء على ممتلكاتهم في الجزائر. اليوم حان الوقت، أنت ما تقدرش اليوم تمس بناية من البنايات في الجزائر العاصمة بدون قبول أو رضا فرنسا بأنها لا يمكن أن ترمم بل تطيح. ما تقدرش تغير واجهة الميناء، واجهة الجزائر على الميناء من المسلح السبع. ما تقدرش تحطم أي بناية من البنايات، بالعكس حطمنا القصبة، ولكن ما نقدروش نحطموا الواجهة تاع هذا بند من بنود اتفاقية إيفيان. هذا من الملكية، مازالت ملكية نتاعهم، ودوك وراه الجزائر تعوض. ما يقولوناش بلي راهم يعوضوا، ما يقولوناش بلي راهم يعوضوا.